لنا لقاء خاص جدا النهارده مع استاذ عادل زيدان رئيس الرابطه العامه لمصففي الشعر بالقاهره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. احنا جينا النهارده مخصوص عشان نبارك لحضرتك على هذا المنصب. والله احنا اللي بنبارك لينا وجود حضرتك والقناه الجميله معانا يا فندم. حضرتك بالنسبه لمنصب حضرتك، شايف المنصب ده هيعود على حضرتك بايه رئيس رابطه القاهره؟ هو هيعود عليا انا. هو انا اتمنى انه يعود على رابطه القاهره. انا جزء من هذا المكان وانا متربي في هذا المكان، وانا عفوا كل امنيتي ان انا ادي لهذا المكان بعد العطاء الكبير اللي اديته لنا رابطه القاهره. أنا شايفة النهاردة مصففي الشعر حب كبير جدا لحضرتك وبيشكروا في حضرتك جدا، وواضح ان حضرتك عملت مجهود جامد جدا لمصففي الشعر. الحمد لله رب العالمين. أنا بحاول بقدر استطاعتي، ومش أنا بس، يعني أنا معايا مجموعة بالأمانة، يعني مجموعة جميلة جدا جدا جدا، ووجد تعاون كبير قوي من السادة أعضاء مجلس الإدارة والزملاء مصففين الشعر. يعني زي ما أنت شفت حضرتك كبار مصففي الشعر موجودين النهاردة في الرابطة، وأنا بعتبر إن ده عيد للوفاء للمكان. المكان جت عليه مرحلة كان يعني للأسف الشديد كان يعني في شيء ما كانش مظبوط فيها نتيجة الأحوال اللي كانت بتمر بالبلد، وكان فيها دروب جامد جدا طوال سنين من بداية الثورة الأحداث اللي حصلت ومرورا بالإخوان وبنحاول النهاردة الحمد لله إن احنا بنعيد صياغة المكان تاني، وبنحاول نقول لمشير السيسي احنا موجودين، احنا معاك، احنا بنشتغل، احنا بنعمل، احنا بأمر الله هنكون دعم لمصر في اشياء كتير خاصة بالتجميل بأمر الله. يعني ايه حضرتك النشاطات اللي انت زودتها بالنسبة للرابطة؟ نشاطات التأمين الصحي. الناس املها ان المكان يقدم لها حاجة، ان صندوق الزمالة للأسف الشديد الناس فاهمة ان الكوافير المصري كله غني، لكن لا، ده في المريض وفي التعبان وفي اللي على قده وفي اللي كبر في السن. احنا مش لازم نبص للنجومية بس، احنا لازم نبص على ان في ناس محتاجة مساعدتنا. يمكن النهاردة احنا عندنا، لكن ربنا عالم وما يوريها لحد. في ناس فعلا تحت خط الفقر بالنسبة للكوافير المصري. احنا لازم نحسس الناس دي ان احنا نقدر نعمل لهم حاجة، وإلا نسيب المكان ده ونمشي. احنا مش جايين نتصور. حضرتك كده بتعمل لهم ايه اللي هو عدوا السن قانوني للشغل بتاعهم كمصففي شعر؟ احنا كانوا مفهميننا ان القانون لا يسمح. احنا طوال سنين طويلة كل اللي احنا فاهمينه ان الرابطة ما تقدرش تعمل حاجة، لكن اكتشفنا ان احنا نقدر نعمل كل حاجة. احنا نقدر نعمل تأمين صحي، احنا نقدر نعمل معاشات، احنا نقدر نعمل صندوق زمالة. للأسف الشديد ان كنا فاهمين وكان وصل لنا ان احنا ما نقدرش نعمل الحاجات دي. اكتشفت ان وزارة الشؤون بتدعمنا تدعيم كامل ان احنا ننشئ كده ونعمل ونمشي وان شاء الله في تعاون جميل جدا ما بيننا وما بين وزارة الشؤون اللي احنا تابعين ليها، اللي هي وزارة التضامن الاجتماعي. بأمانة ربنا انا واجد تعاون منهم قوي 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 قوي، وان شاء الله هنقدم حاجة للكوافير. مش بس عمل فني، الرابطة مش قائمة على عمل الفني بس، قائمة على مساندة الكوافير المصري في جميع مراحله، فنيا وماليا وأدبيا يعني تقدر تعمل حاجات كتير يعني. فإن شاء الله. حضرتك أهداف الرابطة العامة لمصففي الشعر بالقاهرة؟ أهداف الرابطة العامة مساندة الكوافير المصري في كل ما يخص مهنته، سواء تسويق منتج كويس، قلنا التأمين الصحي، قلنا صندوق الزمالة، محاضرات على أعلى مستوى. في كوافيرات في مصر كبيرة جدا وكان نفسها تعمل حاجة للكوافير. متهيألي بعد التطور اللي انت شفتيه حتى في المكان وشفت هذا الكم من الناس كانت عطشانة عطاء، الناس بتدور على حد يقف جنبها، وانا واجد ان الناس كلها كمان واقفة جنبي. يعني انا مش بطل، انا بيهم.
شايفه معظم الرباطات النهارده جايه تهني حضرتك، ده دليل على حبهم لحضرتك. انا مش بس رباطات، انا مش بس روابط، انا يهمني الكوافير المصري. في الكوافير المصري في المهندسين، وفي السيدة زينب، الكوافير المصري في فم الخليج وفي مصر الجديدة، الكوافير المصري في مناطق عشوائية، والكوافير المصري في فنادق. كل دول بيجمعوا او بتجمعهم رابطة القاهرة. هو في النهاية مصفف شعر، دي الرابطه الام لمصففي الشعر. هي دي انا بقول لها دايما البيت العتيق للكوافير المصري. مكان اسسوا اسماء كبيره ونجوم كبيره، ومنهم الفنان الكبير محمود لبيب، منهم محمد الصغير الله يرحمه، سامي حماد، استاذ غريب ابراهيم، سيد جوده. اسماء كبيره قوي، اسماء كبيره قوي بندين ليها كلها باللي احنا فيه. الناس اللي اسست المكان ده نتمنى ان احنا نكمل مسيرتهم، بس بفكر جديد، بس بفكر مصر. يا جماعة مصر بالأمانة، المشير السيسي بيقول كلمة أنا بتعجبني قوي. هو بيصحى الساعة 7 الصبح و6 الصبح و5 الصبح. احنا ليه بننام لغاية الساعة 12 والساعة 1؟ احنا ليه غاويين؟ وانا بلاحظ فعلا معظم مصففي الشعر بيفتحوا المحلات بتاعتهم، مراكز التجميل من بعد الظهر. ما يعني هم لو اشتغلوا هم لو فكروا مرة واحدة بس صح، لو نزل الساعة 9 الصبح هيقفل الساعة 7، هيوفر كهرباء من 7 ل 11، يعني انت بتساعد البلد. انتوا يا جماعة لازم ناخد بالنا، الكوافير مش نايت كلاب، الكوافير مهنة فنية. ارتقي بيها بان انت كمان تلتزم في ان انت تبقى مواعيدك من 9 الصبح و10 الصبح، وخلص الساعة 8 وخلص الساعة 7. حضرتك دور حضرتك اللي انت تحاول برضو تنشر هذه المعلومات لمصففي الشعر. هي ان شاء الله محتاجة توعية، ومحتاجة ان احنا نقعد مع بعض، وفي ناس كتير عندها استعداد ان هي تقعد وتساعد وتفهم، وان شاء الله ربنا يسهل ونقدم حاجة كويسة ونقدر نساعد يعني ان شاء الله. قول لي حضرتك مصففي الشعر اللي مش مشتركين في النقابات او الروابط، اللي مش هيشترك في النقابة او في الرابطة، اللي مش مشترك، انا اتمنى ان هو ليه حق على فكرة ان هو ما يشتركش، كان بالامانة يعني هو عنده حق، لكن اذا وجد ان الجنيه اللي بيدفعه للمكان بياخد على الاقل ب50% منه مقابل، ايه اللي يخليه ما يجيش؟ هو بيدفع لكن ما بياخدش اي مقابل. انا لا بعمل له تامين ولا بعمل له ولا 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 ولا. طب هو يجي ليه صحيح؟ يجي عشان يتفرج على محاضره؟ طب ما يتفرج على محاضره ويمشي. انما لو في حاجه بتتقدم له، لو في تامين صحي، لو في صندوق زماله، لو في هيجي وهيدفع. الكوافير المصري مش بخيل، لكن هو فاهم كويس هو بيعمل ايه. فان شاء الله اللي هم برضو يشتركوا عشان يعود عليهم بالنفع عموما في عملهم. لا، ما هم هيشتركوا لان احنا اكتفينا بان الكوافير المصري يجي الرابطه عشان يدفع، هو مش هيجي، فانا هنزل له لمحله، انا هتوجه ليه، انا هعمل له واقول له انا بقدم 1 و2 و3 وهو في مكانه. فصدقيني اذا لقى مصداقيه هيقتنع وهيقف معانا برضو وهيشترك وان شاء الله انا متفائل خير يعني ان شاء الله بامر الله. بنتمنى لحضرتك التوفيق، وبنبارك لك مره تانية على رئيس حضرتك توليت رئيس رابطه القاهره. ربنا يخليكي، لكن انا رئيس بيهم، انا لوحدي ولا اقدر اعمل حاجه، فان شاء الله وكلنا مع بعض. وانا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر القناه الجميله، والف شكر ليك يا فندم، الف شكر.